سلام، كي راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي مطبخ فرح. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم بيتزا بعجينه هشيشه وخفيفه وما تجيكش يابسه، ولاصوص ثاني تجي حمرة تحس بها كيتشوب. وهاد لاصوص البنات طيب زوج مرات وتجي بنينه، تنجمي تاكليها حتى بالخبز وريحتها يشموها من برا. بديو على بركة الله، بديو بلاصوص هي الاولى. نحتاجو فيها بصل وطماطيش وثوم. هي على العموم كمية تاع البصل تكون نصف كمية تاع الطماطيش، يعني عندك زوج حبات طماطيش ديري معاهم حبة بصلة. انا هنا كانت عندي حبة بصلة كبيرة، درت ربعة تاع الطماطيشات مع حبة بصلة وربع سناني في الثوم ولا ثلاثة. نقطعوهم وما نقطعوهم شغلات بزاف باش يطيبونا ليه ويدبالوا. وهاد لاصوص البنات تجي بنينه بالبزاف، وكي تكون طيب تطلق واحد الريحه ما تامنيش يشموها من برا وتنجمي تاكليها غير بالخبز. انا ندير كميه كبيره ونديرها في علب ونديرها في الكونجيلاتور، وكي نحتاجها نجبد بالعلبه وندوبها ونطيبها. فهمتوني البنات؟ تنجمي ديري بها حتى لي بات تاني تجي رائعه. هنا من بعد ما قطعناهم نجيبو مقله نحطهم في هذيك البصله والطماطيش والثوم. انا هذه نص حبه كانت من تحت ما قطعتهاش، هذا وين شدتها راني نقطع فيها. هنا نضيفو الزيت والملح فقط، ما تضيفيش كاع لي زيبيس ولا اي حاجه، ما تضيفيش، ضيفي الزيت والملح فقط وديريها على النار وحركيها خطره خطره، حركيها باش ما تلصقش. نمشيو للعجينه، نحتاجو فيها 4 كيسان. كما راكم تشوفوا الكاس ماشي معمر بزاف، وهذا الكاس يرفد 250. وهاد الكميه دير لك 3 تاع البيتزات. انتي تبغي ديري غير بيتزا قسمي المكونات على 3: مغرفة تاع خمارة، مغرفة كبيرة البنات سكر ممسوحة، مغرفة صغيرة ملح. الا كان الجو بارد ديري مغرفة ونص تاع خمارة. نخلط المكونات الجافة ومن بعد نضيفو 4 مغارف زيت. ندمجوهم. انا هاد البول ما ساعدنيش على الخدمه، غادي نقلبها في بول يكون واسع باش ندمج مليح هذيك عفوا هذيك الفرينه مع داك الزيت، ندمجهم مليح يعني نبسسهم. هنا من بعد ما بسسنا هذيك الفرينه مليح نضيفو الماء. الكاس اللي عبرنا به في الاول الفرينه تاع 250 عمروه ماء دافئ ماشي بارد البنات، دافئ، ونخلطوا العجينه نلموها غير بصبعينا ما نعجنوهاش. وهاد العجينه تجي تلاصق ما تجيش قاصحه بزاف. هنا نضيف في الكاس الثاني. كي نحسوا بالعجينه كاع الفرينه تنفخت نحبسوا الماء. شوفوا انا نصيبو ما نزيدش الماء، وخصك تغسلي يديك من العجينه باش تقدري تلميها، باسكو يديك يكون فيهم العجينه كاع ما تتلايملكش العجينه، وبليجي تغسلي يديك ولميها يعني واحد 2 دقائق، ديرلكيها 2 دقائق صيبو تتلايم. شوفوا هنا البنات من بعد ما دلكتها 2 دقائق ولا دقيقه وتقعد تتلاصق البنات. هنا نخليوها تخمر واحد 5 دقائق 10 دقائق على حسب الجو. الا كانت سخانه ما با 5 دقائق، كان شويه برد
تقعد لك 10 دقايق. شوفوا هذه الكمية تاع اللي بقات لي من الكاس الثاني، يعني جاتني 2 كيسان تاع الماء قل ربع. هذه هنا لاصوص من بعد ما دبلت هذيك البصلة والثوم والطوماطيش، واحد الريحة ما تأمنوش. وشوفوا الماء راها ناشفة ما فيهاش السوائل، يعني غير بصلة وطوماطيش وثوم. هنا نطحنوهم. هنا من بعد ما طحنتهم، انا كنت نطحن فيهم الدوكتا الله غالب. نتوما البنات كي تطحنوهم ردوهم ليس. هنا مازال تاعي شويه مكوره، بصح نتوما طحنوها ليس تولي ليس. نضيفو هنا عاد نكهوها. نضيفو مغرفه طوماطيش مصبره، فلفل احمر، فلفل اسود، ومغرفه صغيره تاع سكر. هذا السكر يقلع لك الحموضيه تاع الطوماطيش، كيما في الاول درنا طوماطيش ودركا درنا مغرفه تاع طوماطيش مصبره، يعني تجي حامضه. هذا السكر هو اللي يعدلها ما تجيكش حامضه، تجيك بنينه. ونضيفو الزيت، 2 مغارف زيت ولا، وردوها للنار ونخلطوها، ما نحبسوش على تخلط. شوفوا يا البنات تطلق واحد الريحه ما تامنوش، تجي بنينه بنينه بنينه، تنجمي تاكليها غير بالخبز. واللون تاعها يولي احمر كيما تاع الكيتشوب. هنا الكفتة كنت درتها انا من قبل، درتها في مقله وخليتها على النار، نقصت لها وخليتها. كما قلت لكم انا هذه طريقتي باش نطيب فيها لي بولات ولا صدر الدجاج ولا اي لحوم، نديرهم في المقله ونقص عليهم، ما نديرهم لا زيت لا ملح. كي نشوفهم صايط نشفهم هذاك الماء اللي طلقوه، عاد نضيف لهم الملح والزيت وفلفل اسود فقط. تعرفوا كش يجيو بنان بنان بنان، ما تامنوش. هذه طريقتي انا اللي نطيب فيها اللحوم. انا درت فلفل اسود، نخلطهم ونرد جاحة للنار تتقلى في هذاك الزيت وهذاك الملح وهذاك الفلفل الحار. هنايا تقعد بالك واحد 2 دقايق دقيقة هكا، زيد تتقلى فيهم وصاي. هنا لاصوص. هنا في الفيديو ما راش تبان لونها الحقيقي، هي تجي احمرة كيما الكيتشوب. وانا كيما قلت لكم ما جاتنيش ليس باسكو علاه كي كنت نطحن فيها الدوق تاع نتوما طحنوها مليح تتولي ليس. هنا العجينه من بعد ما فاتت 5 دقائق، شوفوا البنات كي طلعت خمرت. نقلع لها داك الخمير باش نقسمها قد قد. شوفوا انا طريقتي تاع البيتزا كاع ما تغبنكش، تقدري ديري 10 بيتزات في ساعه وبلا ما توسخي الحاله بلا ما تعيي روحك ما والو. هنا رشيت الفرينه باش ما تلصقليش العجينه. نقسمها على 3. هنا تنجمي تقسميها تاني على 4 اللي تبغي البيتزا تجيها رقيقه رقيقه، تقسمها على 4. وما تبغيش دير لها ديك الحاشيه، يعني الاطراف تاوعها ما يجوش منتفخين، تبغيها عاديه، تقسمها على 4. انا ندير لها دوك الاطراف يجيو شويه غلاط هكا، يجيو عاليين، على بها قسمتها على 3. وديروا هاد الطريقه باش تجيكم فيها الفقاعات من الداخل، يعني فيها البواويق من الداخل، تجي منتفخه من الداخل. انا كما قلت لكم الطريقه تاعي نخدم بها البيتزا، نقدر نخدم 10 تاع بيتزات في اقل من ساعه بلا ما نعيي روحي، بلا ما نوسخ الحاله بالفرينه بلا والو. انا ما نخدمش بالحلال، ديريكتومون نجيب هذيك الصينيه اللي نطيب فيها، ندهنها بمغرفه زيت ولا هكا برشه زيت، ونمسح يديا في هذاك الزيت باش العجينه ما تلصقليش فيهم، نرش فرينه ونقعد نحلف العجينه في الصينيه تمتم، بلا ما نقعد نحلها منا ونرفدها ونردها منا، ديريكتومون في البلان نحلها. وبالنسبة للبنت اللي تبغي، البنات اللي يبغيو يديروا هذيك الحاشية كيما يعني الأطراف يجيو غلاظ يجيو منتفخين، غير من الوسط وحركي، غير من الوسط ودعزي. نتمنى تكونوا فهمتوني.
كيما هاكا مانيش قاع نتوشي الأطراف، راني غير من الوسط وندعس وندور في الصينية. البنات نسيت ما قلتلكمش حاجة، انا قبل ما نخوي العجينة اشعلت على الكويزينيير وخليتها تحمر، تحمر عفوا تحمى. هنا نجيبو فرشيطة ونتقبوها غير من الوسط، ومن بعد نطبيو هذاك الثقب، يعني ما نخليهمش هكاك باش ما تخرجش لاصوص من تحت، شغل نبلعوهم، يعني حاجة خفيفة ماشي قاع تبليهم تضغطيهم. نديرو لاصوص هنا اللون تاعها ما راهش يبان كيما في الحقيقة، هنا كي راه يبان هكا ترابي هكا ماروي، هي لا هي حمرا. كفتة نجمي ديري غير لاصوص، يعني العجينة ولاصوص والفرماج وتجيك بنينة، باسكو علاه لاصوص تاعها بنينة وحتى العجينة تجي بنينة. درت بصلة، يعني كل وحدة كيش تبغي دير فيها، ودرت هكا حبات فلفل وزيتون، والفرماج هذا الفرماج غير هذاك تاع 10 يجي شباب ويجي مليح، بصح باينه الموتزاريلا يجي احسن. هنا درتها طيب وبديت نخدم في الزاوجة هادي، باش نجي نخدم الزاوجة كنسرح حتى تكون الاخرى طابت، باسكو علاه كنا حمينا الكويزينيير مليح. ديروا هكا للعجينة، يعني دخلوها في بعضها باش تجيكم مكشور الفقاعات هكا من الداخل، تجي بومقة هكا من الداخل، كي تقصوها يبانوا لكم هكا بواويق هكا كشغل كان فقاعات من الداخل، راكم شايفينهم كيما تاع لي بيتزيريا. ديري هكا واحد ل5 مرات ولا دخلي العجينة في بعضها ومن بعد سرحيها. انا مانيش عارفة درت 5 10، ما مهم كنت ندير. كيما قلت لكم نفس الطريقة تاع الاولى، حلي غير من الوسط وقعدي تكحزي في الاطراف. نتق بها بالفرشيطة. لاصوص غير في الوسط ما نلمسوش الاطراف. هنا كان طابت الاولى، غادي نخرجها ونطهي هذه. شوفوا كي جات البنات منتفخه
في الأطراف وتجي فيها حتى قرماشة، باسكو علاه الفرينة درنا لها الزيت، يعني بسسناها مليح في الزيت. هاد الطريقة تاع التقسام تعرفها وتفهمها غير اللي عندها الولاد. شوفوا البنات كيش تجي في الوسط ركيكة وفي الأطراف يعني منتفخة ماشي عجينة، باسكو ها كي تضغطي عليها، شوفوا البنات كي تضغطي عليها عاد تولي شو كي البونجا. تجي بنينة بالبزاف، ما تأمنوش عقلكم هاد البيتزا خير ملي تتباع. هذا البلا اللي طيبنا فيه البيتزا الاولى من بعد ما برد، ما ديريش فيه هو حامي، من بعد ما برد تنتها بشويه زيت ونديرو فيه البيتزا الثالثه. البيتزا الثالثه غادي نديرها في الشكل العادي، يعني ما نديرش الاطراف منتفخين، سرحها نيشان. ثقبها، نبلع الثقب، نضيف لاصوص وتاني ما نوصلش للاطراف الجوانب غير في الوسط. واللي وصلت في مشاهدة الفيديو حتى لهنا نقول لك اختي ما تنسايش جيم وكومونتير، ولا ما كيش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. علما انا وصفتي كلها ناجحة ومضمونة، ما نقدش نحط وصفة بلا ما نكونش متأكدة منها. نتمنى تجربوها هاد البيتزا وتردوا عليا في لي كومونتير. شوفوا هذه البيتزا الزوجة اللي طابت باسكو عليه الفور كان حامي، درت حيت البيتزا الثالثة. هنا كانت سخونة بزاف ما نجمتش نرفدها. شوفوا البنات تجي رقيقة في الوسط وفي الأطراف تجي كي لي بونج بنينة، ما تأمنوش البنة تاع هاد البيتزا، ملا عجينة لا صوص حتى الكفتة وريتكم كيش طيبتها، صوف الفرماج اللي درت فرماج عادي تاع ديمين. هذه البيتزا الثالثة من بعد ما طابت حتى هي نقطعوها. شوفوا البنات هذه ماشي اللي منتفخة في الأطراف، يعني تجي أطراف تاعها رقاق. وهاد العجينة تاع البيتزا البنات تجي رائعة وما تجيكش يابسة، نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم، وراني متأكدة مليار في المية غادي تعجبكم. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.